فانا مش مستريحه لو رديت، مش مستريحه لو سكت. ايه اللي هيريحك؟ انك ده بيسموها احد الحيل في الدفاع عن النفس، ان انا ارتقي عن الموقف وابتدي اتعامل معاه من غير ما شخصنه مع اللي قدامي، ان انا اتعامل بالشكل الانسب ليا. طبعا ده بياخد مننا مجهود كبير جدا في ظل الخلطبيطه اللي موجوده حوالينا والضغوط اللي موجوده على الناس اللي حوالينا. فممكن نتلمس العذر للناس، ممكن يصعبوا علينا لان هم احيانا ما خدوش فرصه زينا انهم يرتقوا بتربيتهم او بتفكيرهم، وممكن نتعامل معاهم كما نريد ان نتعامل احنا. فبفصل نفسي وجدانيا عن الخناق، بفصل نفسي وجدانيا عن نواقص الاخرين، وابتدي اتعامل من منطلق انه ده اللي انا عايزاه يتعمل معايا وده اللي يرضي ضميري ان انا اعمله. طب ده مش هيخلق مني شخص سلبي في المجتمع؟ لا، لان انت ممكن تاخد حقك لكن مش لازم يكون بالشكل اللي الاخر بيعمله بيه. ودي اللي انا دايما بقولها، ايه في فرق في الخناقه بين ان انا امسك المدفع الرشاش اطير كل اللي حواليا، وبين ان انا ابقى قناص ادي الطلقه بين الحاجبين. فانا ممكن اقول التعليق اللي من غير ما طرطش كلام كتير ومن غير ما اغلط ومن غير ما صوتي يعلى ومن غير ما اخلي الدنيا تولع، لانه احيانا اللي قدامي بيروح قلب الترابيزه